لو جيت كده وسألتك إيه اللي ممكن يحصل لو البشرية كلها لقت فجأة أكل وشرب ومسكن وكل ده من غير فلوس وببلاش؟ طيب لو قلتلك كمان مفيش حروب ومفيش أمراض ومفيش شغل هيبقى عليك، تفتكر انت كده هتبقى مبسوط والدنيا هتبقى سعادة للأبد؟ سنة 1968 في عالم اسمه جون كالهون قرر إن هو يجاوب على السؤال ده، بس مش على البشر، عملها على الفئران. بنى لهم مدينة فاضلة، جنة حقيقية سماها الكون 25. بس اللي حصل جوه المدينة دي خلى العلماء لحد النهاردة بيجيلهم كوابيس. احنا مش هنحكي قصة عادية، احنا هنمشي مع جون في الرحلة بتاعته ونشوف الرحلة اللي بدأت بحلم وانتهت بمقبرة جماعية صامتة، وليه التجربة دي بالذات لسه بتهز العالم، وليه جون اختار رقم 25 تحديدا. ده اللي هنعرفه النهاردة في حكاية الجنة اللي اتحولت لسلخانة. عايزك تركز معايا في كل كلمة، لأن كل ثانية في القفص ده كانت بتمهد للكارثة. وعشان تفهم الكون 25 لازم تعرف إن جون ده مجاش من فراغ. الراجل ده قضى حياته كلها بيحاول يفهم الزحمة بتعمل إيه في النفوس. وقبل رقم 25 كان في 24 تجربة تانية. جون بدأ التجارب بتاعته في مزارع قديمة، كان بيجيب الفئران ويحطهم في مساحات مفتوحة ويقعد ويراقبهم. في التجارب الأولى الفئران كانت بتموت بسبب القطط أو البرد. جون وقتها قال أنا عايز ألغي الموت من المعادلة دي. وعايزك كده تتخيل معايا المعمل اللي اتعملت فيه تجربة الكون 25. مكان معزول تماما، فيه ضوء خافت وصوت مراوح التكييف اللي ما بتبطلش. وقتها جون كان بيقعد بالساعات ماسك النوتة الجلد السودا بتاعته وعينه مش بتنزل من على الساعات والعدادات، وكان كل هدفه انه يخلق كائن حي ما بيفكرش غير في السعادة، لكنه نسى ان السعادة المطلقة هي اول طريق الجحيم. وتعالوا كده نوصف الكون 25 كأننا بنبنيها دلوقتي. القفص كان عبارة عن مربع ضخم طول الضلع فيه حوالي 2.5 متر، ومتقسم ل 16 وحدة سكنية، كل وحدة فيها أنفاق بتوصل لعشش مرتفعة. بالنسبة للأكل جون صمم مواسير بتنزل حبوب ضخمة مشبعة بكل الفيتامينات، والمواسير دي كانت بتكفي تقريبا 9500 فار ياكلوا في نفس اللحظة. وكان في مواسير تانية بتنزل مية متفلترة ونضيفة جدا بتكفي لحد 6000 فار يشربوا من غير ما حد يسحم التاني. وعايز اقول لكم ان القفص كله كان بيتغسل اسبوعيا بادوات تعقيم، يعني مفيش بكتيريا ومفيش ريحة وحشة في البداية. القفص ده كان زي ناطحة سحاب كده بالنسبة للفئران، مفيش فار محتاج ينزل الارض عشان يدور على لقمة، الاكل جنبه والشرب جنبه والعش كمان متدفي. وفي يوم 9 يوليو سنة 1968 جون جاب ال8 المؤسسين، 4 ذكور و4 إناث، كانت فئران بيضة عينيهم بتلمع بالصحة. حطهم في نص القفص وبدأ يراقب أول خربشة ليهم في أرض الجنة. وفي أول 100 يوم الفئران كانت مخضوضة ومش مصدقة اللي هي فيه، المساحة واسعة جدا عليهم، والذكور ال4 بدأوا يكتشفوا إنه مفيش حد بينافسهم في المكان أساسا. جون كان مصمم القفص بحيث إن التواصل بينهم يكون اختياري مش إجباري، بس الفئران بطبعها كائنات اجتماعية بدأوا يوزعوا ال16 وحدة سكنية عليهم. وفي المرحلة دي الذكر كان بيقوم بدور الطبيعي، بيعلم منطقته وبيحمي الإناث بتوعه وبيستعد للخلفة. أما الإناث كانوا في حالة استرخاء تام، التبويض كان في أعلى مستوياته لأن مفيش ضغط عليهم. جون سجل في مذكراته إن الفئران دي لقت المعنى الحقيقي للوجود، ولكن ما كانش يعرف إن ده فخ الطبيعة. ومن اليوم 105 لحد اليوم 314 هنا السرعة بقت مرعبة، الفئران بدأت تخلف والصغيرين بيكبروا وبدأوا يخلفوا، والعدد بقى بيتضاعف كل 55 يوم. جون لاحظ وقتها حاجة غريبة جدا، رغم ان في 16 وحدة سكنية الفئران بدأت تتكدس في وحدات معينة وتسيب الباقي فاضي. يعني تخيل معايا كده وحدة فيها 100 فار والوحدة اللي جنبها فيها 2 بس، طب ده ليه؟ الفئران اتعودت انها تاكل مع بعض، والاكل بالنسبة لهم بقى مرتبط بالزحمة. الفار ما بقاش يعرف يستطعم اللقمة الا وهو حاسس بجسم فار تاني جنبه، وده خلق ضغط نفسي رهيب بينهم. الذكور الكبار اللي هم المؤسسين بدأوا يحسوا إن الشباب كتير جدا، وبما إن مفيش حد بيموت الشباب دول ملقوش مكان في السلم الاجتماعي، مفيش منصب فاضي ليهم. ومن هنا بدأت العدوانية العبثية، الذكر الشاب اللي ملوش دور بقى بيقف في نص القفص ويهاجم أي حد معدي جنبه حتى لو كان أمه أو أبوه. وكمان ظهرت فصيلة وسطهم كانت فصيلة المنبوذين، وخلينا أوصف لك حالة الفار المنبوذ بالتفصيل. الذكور اللي فشلوا يلاقوا مكان في المجتمع انسحبوا وقعدوا في نص القفص، والمنطقة دي جون سماها الميدان،
الفئران دي ما كانتش بتنظف نفسها، وشعرهم بقى مليان فضلات وجسمهم متقطع من العض. وأكتر حاجة مرعبة لاحظها جون هي الجمود. يعني مثلا تلاقي فار منبوذ واقف على جنبه، وفار تاني يجي يعضه في ديله أو يقطع ودنه، والمنبوذ ده ما بيتحركش وكأنه فقد الرغبة في الألم. ولكن فجأة وبدون أي تحذير المنبوذ ده يتحول لوحش ويهجم على أقرب فار ليه، حتى لو فار نايم ملهوش دعوة بأي حاجة، ويفضل يقطع فيه لحد ما يموته. المجتمع ده بدأ يتحول لقنبلة موقوتة. الذكور فقدوا القدرة على الحب أو الحماية، وبقوا بيمارسوا العنف لمجرد تفريغ الطاقة. طيب تعالوا نشوف العشش، المكان اللي المفروض أمان ليهم. الإناث في الكون 25 بدأوا ينهاروا. الذكور المنبوذين بقوا بيقتحموا العشش في أي وقت لأن مفيش ذكر يحميها. وقتها الأنثى بقت في حالة رعب دايما، والنتيجة إن الغريزة الأمومية باظت. الأم ما بقتش بتوضع ولادها بانتظام، وبدأت العصبية تسيطر عليها. جون سجل حالات لناس بياكلوا ولادهم وهم لسه مولودين. كانت الأم بتعض ولادها وتطردهم بره العش في عز البرد، والصغيرين دول كانوا بيموتوا تحت رجلين آلاف الفئران اللي بتجري في الممرات. عايز أقول لكم إن في جيل كامل من الفئران اللي هو الجيل الوسط طلع وهو مشوه، ما يعرفش يعني إيه أسرة وما يعرفش يعني إيه انتماء. كل اللي يعرفه هو الزحمة والعنف. وفي وسط الدم والريحة الوحشة والصريخ ظهرت فئة اسمها الجميلون، ودول بقى الفئران اللي اتولدوا في قمة الانفجار السكاني. الشباب دول شافوا إن أي تواصل مع المجتمع ده معناه وجع دماغ، فقالوا إيه؟ يعملوا بلوك للعالم. الفئران دي ما كانتش بتتدخل في أي خناقات، وما كانتش بتحاول تتجوز، ما كانتش بتدافع عن أي حاجة. كانوا بيقضوا 24 ساعة في تلميع نفسهم، ولسانهم ما بيقفش عن تنظيف جسمهم. وشكلهم كان مبهر جدا. الشعر بتاعهم لونه أبيض بيلمع، وجسم رياضي مفيش خدش واحد. ولكن جون اكتشف إنهم أغبى فئران في القفص. فقدوا القدرة على التعلم، وفقدوا الرغبة في الجواز. بقوا عبارة عن روبوتات حية، ياكلوا ويشربوا ويلمعوا نفسهم ويناموا. جون قال دول ماتوا من جواهم، هما بس مستنيين جسمهم يحصل روحهم. ورغم إن الأكل كان لسه موجود والمية موجودة والمكان يكفي ضعف العدد ده، فجأة التكاثر وقف تماما. تخيل 2200 فار مفيش فيهم أنثى واحدة بس حامل. آخر عملية ولادة كانت في اليوم رقم 600 من التجربة. الفئران بطلوا يهتموا بأي حاجة، والأطفال الصغيرين اللي بيتولدوا بيموتوا من الإهمال أو القتل. والمجتمع ده بقى عبارة عن عواجيز متبهدلين وجميلون منسحبين. جون عمل تجربة أخيرة عشان ينقذ الموقف. أخد شوية من الجميلون وطلعهم بره القفص الزحمة، وحطهم في قفص جديد اللي هو جنة تانية لوحدهم. تفتكروا حصل إيه؟ ولا أي حاجة. الفئران فضلت قاعدة في الركن بتاعها وما بيكلموش بعض، ما بيحاولوش حتى يتكاثروا. هما نسوا معنى الحياة. وفي القفص الأصلي الأعداد بدأت تنقرض، والسكون بقى مرعب، ومفيش حتى صريخ منبوذين ولا في حركة أمهات. كلهم خلصوا على بعض. وفي اليوم رقم 1780 جون دخل المعمل ولقى آخر فار ميت. الجنة اللي اتصرفت عليها ملايين وتعب فيها سنين بقت عبارة عن مربع حديدي فيه آلاف الجثث الساكتة. وقتها جون قعد قدام القفص الفاضي وكتب الكلمة اللي هزت العالم، إن ده اسمه ثقب السلوك. قال إن الكائن الحي بيموت مرتين، الموت الأول وهو موت الشخصية والهدف، لما الفار ما يبقاش فار والأنثى ما تبقاش لما المجتمع يوصل لمرحلة إن الفرد أهم من النوع. والموت التاني هو الموت الجسدي، وده نتيجة طبيعية للموت الأول. جون حذر إن البشرية لو وصلت لمرحلة الرفاهية المطلقة اللي بتلغي التحدي والسعي والهدف، ووصلت للزحمة اللي بتلغي الخصوصية، مصيرنا هيكون زي الفئران دي بالظبط. الكون 25 ما كانش تجربة على فئران على قد ما كان بروفة لنهاية العالم. حكاية الكون 25 خلصت، بس أسئلتها لسه بتبدأ. تفتكروا احنا في عصرنا ده مع السوشيال ميديا والوحدة والرفاهية بدأنا ندخل في مرحلة الجميلون؟ طيب هل احنا بنموت دلوقتي الموت الأول واحنا مش حاسين؟ أنا محمد، وحكيت لكم الحكاية زي ما هي، ومستني أسمع رأيكم في التعليقات.